اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. دايما كلمة احترام النفس بترتبط بطريقة لبسنا وشكلنا وتعاملاتنا مع الغير، لكن ولا مرة حد علمنا ان من اهم علامات احترامك لنفسك هي احترامك لأهدافك. اولا وقبل ما نكمل كلامنا، خلينا متفقين ان في انواع كتيرة من الاهداف، لكن كل هدف متعلق بيكي ونفعه الأكبر بيعود عليكي هو ده الهدف الشخصي. سواء كان الهدف ده ان نفسك تلتزمي بروتين ثابت لبشرتك، او برياضة معينة، او ورد معين في القرآن او في الكتب العادية، او تحسين وضعك المادي، كل دول يتحطوا تحت بند الهدف الشخصي. طيب ليه اصلا نلتزم بهدف ونسعى لتحقيقه؟ لما بتحطي لنفسك هدف وتمشي في خطوات ثابتة لتحقيقه، ده بيخليكي تعيشي مشاعر مختلفة بين الحماس والإحباط والخوف والشجاعة، الفشل، النجاح، لأن كل خطوة بتاخديها في هدفك ليها مشاعر وتحديات مختلفة. وتجديد المشاعر ده مهم جدا لحالتك النفسية، بيخليكي تحسي فعلا إنك عايشة، مش اللي بتصحي فيه بتنامي فيه. كمان التزامك بهدفك وانك كل يوم بتخططي وتسعي وتاخدي خطوة جديدة، ده بيعملك تطور ذهني. الرتم الثابت اللي بنعيش فيه في انغماس في مسؤوليات ما بتنتهيش ومشاغل بيت أطفال، ده بيوقف تفكيرنا، وفجأة بنصحى نلاقي نفسنا عايشين في عالم مش قادرين نفهمه ولا نفهم الناس من حوالينا. لكن لما بنلتزم بهدف، ده بيجبرنا دايما ان احنا نطور نفسنا وفكرنا، ونكون دايما حاضرين وذهننا حاضر. تالت حاجة هتعود علينا لما نلتزم بهدف، سواء كان الهدف ده رياضة هتلعبيها او شغل او قراءة، انك طبعا بتأجري لانك بتسعي، لانك بتزكي نفسك. وافتكري دايما قد أفلح من زكاها. آخر حاجة هتعود علينا هتعود علينا من التزامنا بالهدف، بالذات طبعا لو الهدف ده كان شغل، هو أكيد تحسين الوضع المادي تدريجيا، اللي بيفرق جدا في جميع النواحي. كل ده نفع هيعود عليكي لو التزمتي بهدفك. فاحترامك لنفسك مش بس في لبسك وتعاملك، لا، الأهم من ده احترامك لأهدافك. ولما تقولي لنفسك أنا هحقق كذا، أوفي بوعدك لنفسك، زي ما بتحرصي إنك دايما توفي بوعدك للي حواليك. وزي ما بتدي للي حواليك من طاقتك، ادي هدفك وقت وطاقة، لأنه يستحق. وبس كده، دي كانت حلقتنا النهاردة، أتمنى تكون مفيدة ليكم. أشوفكم مرة تانية، مع السلامة.